من النهاردة ولا تحتار يا ست الكل، هتعملي غدا النهاردة بربع كيلو لحمة مفرومة، وهتعملي وصفة حلوة هتلم كل العيلة، وكمان مظلومة ومهدور حقها معانا. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. أول حاجة عندك كده ربع كيلو لحمة مفرومة، أو كمان ربع كيلو فراخ عادي هيمشي معاكي أي حاجة. عندي هنا كيلو من الكوسة. استخدامات الكوسة الكبيرة دي مهمة جدا. أول حاجة هنبدأ إن احنا نجيب الكوسة، هنبدأ إن احنا ننضف الكوسة كده، بناخد قشرة بسيطة جدا من الحرف زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى باخدها بقطعها بجرنشها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقطعها كده الشرايح المايلة دي على شكل جرنيش كده، بيبقى شكلها حلو أوي. ممكن تعملوها كمان بالطول. تمام كده. دي طريقة سهلة، حابين ان انتوا تقطعوها طولية برضو هتبقى حلوة معاكم. عايزة اقول لكم الكوسة في ناس كتير ما بتحبهاش وحقها مهدور. النهاردة تعالي اعلمك وصفة هتعمليها بربع كيلو لحمة، البيت كله هيحبها وطعمها حلوة وسهلة ولذيذة. يلا بينا هنا نحضر بقى الخلطة بتاعتنا. عندي هنا طاسة على النار، هحطها تسخن، وهنزل عليها بشوية سمنة وشوية زيت. تمام كده، وممكن زبدة. أنا عندي زبدة مش سمنة. تمام، عندي زبدة بلدي. هحط عليها زيت حلو كده، شوية زيت صغيرين. يا سلام بقى لو عندك معلقة دهنة صغيرة أو معلقة ليا، هتبقى حلوة جدا. أنا عندي هنا دهنة من بيت الكلاوي متسيحة على لبن، حطيت منها كده معلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين، بتدي طعم روعة. تمام كده. هنبدأ ان احنا كده نسخن المادة الدهنية بتاعتنا دي كويس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده بقى هجيب عندي ربع كيلو اللحمة المفرومة، اللي هو المفروض ان مش هيكفي حاجة، ولكن احنا النهاردة هنخليه يكفي كل حاجة. تمام كده. هنحط بقى اللحمة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نشوحها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول طبعا ما نزلت باللحمه مش انا مسخنه الهوك كويس والماده الدهنيه عشان ما تفرس اي سوائل فيها. تمام كده. اللحمه زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها غير، واخدت الصدمه والتشويحه بالشكل ده. تمام. انا بحب انزل باللحمه الاول قبل البصل. بعد كده بقى عندي بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين، عاملاهم في الكبة أو على إيدي خرط رفيع، فهبدأ أنزل بالبصلتين كده بالشكل ده. هندي تقليبة. عايزة أقول لكم لما بتنزلوا بقى بالبصل الريحة هنا بتبقى خطيرة. دلوقتي بقى هجيب بقى عندي، هنبدأ إن احنا نفرم كام فص توم برضو في الكبة. أنا عاملاه ورا البصل على طول. شايفين كام فص توم بيدوا طعم حلو قوي برضو، نكهة حلوة. حوالي كده 5 فصوص توم. رحت برضو نازلة بيهم على اللحمة. بعد كده بقى هنبدأ نقلب، وبعد كده هنبدأ نحط بقى شوية توابل، نتبل اللحمة بتاعتنا. عندي ملح وفلفل وشوية من السبع بهارات. ادي الملح. هنبدأ نقلب لحد ما اللحمة بتاعتنا تتعصج كويس وتتشوح كده، ويبقى ريحتها كده جميلة. هي ريحتها دلوقتي حلوة طبعا قوي. انا بس بحب اديها سن التشويحة كده، بتبقى ممتازة جدا. عندي هنا بقى نص كيلو من عصير الطماطم. انا سلقاه نص سلقه وضرباه بالهاند بلندر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى بيديكي كده الطماطم قوامها حلو، مش مبهوقه ميه، مش هتقعدوا ان انتوا تسبكوا فيها 3 ساعات. تمام كده. بصوا بقى هنا حطيت كوبايه، نص كوبايه صغيره من الميه كده، وحطيت رشه سكر، وهسيب بقى الكلام القمر بتاعي ده ياخد له غلوتين 2 على النار. بعد كده بقى بعد ما غسلت الكوسة بتاعتي هجيب عندي قالب أو صينية، وهبدأ إن أنا أنزل بالكوسة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفينها ما شاء الله جميلة إزاي. بعد كده بقى بجيب الخلطة اللي أنا عملتها معاكم على النار، وبروح نازلة بالكوسة. الله على الجمال والريحة الطيبة الحلوة اللي بتشموها هنا. تمام.
ممكن تغيروا الكوسة بأي نوع خضار تفضلوه، ولكن دي بالنسبة لي حلوة أوي. بعد كده بقى هغطيها بورقة فويل وهسيبها على النار تاخد غلوتين، وبعد كده هدخلها الفرن شوية. حابين تدوها وش تحت الشواية بيبقى حلو برضو، مش حابين خلاص. بصوا انا هنا هغطيها وهرفعها على البوتاجاز حوالي تاخد كده غلوتين اتنين بس، وهدخلها على درجة حرارة 200 او اعلى حرارة في الرف الوسطاني. هنا بقى بتعملي معاها شوية رز بشعرية، ممكن رز واحدة وواحدة، وممكن رز ابيض، بيبقى حلو جدا ووصفة طيبة وجميلة وكمان وفرة. وهتعملي غدا النهاردة بربع كيلو لحمة مفرومة. بصوا بقى بعد ما استوت جميلة ومغذية وكده، اللحمة المفرومة فيها طعمها تحفة مع شوية الرز، بألف هنا وشفا. لو عجبك المحتوى وشايفة ان محتوى مفيد، لايك وشير. بحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. كنتم مع شيف هدير.